ناس كتير بتسأل ازاي تعرف اذا كنت من المستفيدين من زيادة التموين ولا لا، وامتى الفلوس دي هتنزل وازاي هتصرفها. الحكومة من كام يوم اعلنت بشكل رسمي ان في منحة دعم تموين بقيمة 400 جنيه لعدد كبير من الاسر قبل رمضان. عملية صرف المنحة بدأت، وده علشان تساعد الناس على مصاريف الشهر الكريم وتخفف شوية من الضغط اللي على البيوت. المنحة دي هتوصل لحوالي 15 مليون أسرة، منهم 5 مليون أسرة من تكافل وكرامة، و10 مليون أسرة من الفئات الأولى بالرعاية حسب قواعد البيانات الرسمية. يعني الموضوع مش هيكون عشوائي، لا ده بناء على بيانات مسجلة عند الدولة. طيب هتعرف ازاي انك من المستحقين؟ ببساطة كده هيجيلك رسالة على موبايلك المسجل على بطاقة التموين فيها تفاصيل المنحة وميعاد الصرف، وكمان وانت بتصرف العيش، وهيظهر لك على بون الصرف انك ليك دعم اضافي، وده تأكيد رسمي انك ضمن المستفيدين. الصرف هيكون على دفعتين، الدفعة الاولى خلال شهر رمضان والدفعة الثانية قبل عيد الفطر. والمنحة مش فلوس كاش، لكنها سلع تموينية مجانية بتتصرف من نفس المنافذ اللي بتتعامل معاها زي بدائل التموين ومنافذ جمعيتي والمجمعات الاستهلاكية. الدولة خصصت حوالي 8 مليار جنيه للمنحة دي خلال شهري مارس وابريل علشان تضمن ان السلع متوفرة ومفيش زحمة او نقص في اي حاجة، وكل اسرة تاخد حقها كامل من غير مشاكل. لو معاك بطاقة تموين ومستني الدعم، تابع الرسائل كويس وتأكد ان رقمك مسجل صح علشان ما يفوتش عليك فرصة الاستفادة من الزيادة دي قبل رمضان. يلا شاركونا في التعليقات وقولوا لنا اتبعتت لكم الرسالة دي ولا لسه، ومستني دورك في الصرف.